صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا مشاهدين عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير العربي وراديو بوير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفتي بالاستديو الدكتورة برين حصاف، اختصاصية بطب الأسنان وجراحتها، تجميل الأسنان بين قوسين. رح نناقش موضوعين مهمين كتير ما سبق حدثنا ولا ونتمنى من المستمعين والمشاهدين يشاركونا ويشاركوا رابط الحلقة لحتى أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات. بالبداية اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا ومساء الخير فيكم جميعا وبالكادر وكل الحاضرين. أهلا وسهلا. طبعا بشكر زملائي بالكنترول شيرين وهيب على البث المباشر والكنترول. مثل ما قلنا انتم عم تسمعوا بوير اف ام على الموجة 103.5 برنامج صحتك بالدنيا. اذا حابين تأغنوا لقائنا باتصالاتكم فيكم تتصلوا بالرقم الارضي 429 101. ايضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر وما شاء الله الرسائل بلشت، فينا عبر كومنت شاركوا اللقاء، وبأي سؤال أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. اليوم موضوعنا مهم كتير، أو موضوعينا مهم كتير، هي المرأة الحامل ومشاكل المرأة الحامل ومشاكلها، يعني مشاكل الأسنان عند المرأة الحامل. والموضوع الثاني هو الدايركت فينير أو الفينير المباشر، كيف بيكون. أكيد رح نتطرق ونوسع بهالموضوعين. بالبداية طبعا موضوع الحمل، يعني اليوم أنا كنت بالدوام وأثناء حديثنا أحدى زملائنا حكوا بهالموضوع هذا، وأنا عم يشكي هي أكيد كانت مرأة حامل عم تشكي من آلام أسنان، فهي بشهور الأخيرة. أكيد هذا موضوع مهم كتير، وكتير منا مثلا عم يأهمل هالموضوع هذا. لحتى اليوم نسلط الضوء ونعطي المعلومات المهمة عبر منبر بوير وبمعلومات الدكتورة برين. بالبداية دكتورة، شو بنعني إنه شو هن يعني أكثر المشاكل السنية عند المرأة الحامل؟ هلا قبل كل شيء عنا مشكلة بالمرأة الحامل، إنه هي في مثل شائعة أو مثل فكرة عامة بالمجتمع كله إنه المرأة الحامل ما لازم تزور طبيب الأسنان. تماما. فهاي النقطة، يعني أنا طرحت الفكرة مشان هاي النقطة بالذات، انه المرأة الحامل ممنوعة من زيارة دكتور الأسنان لحتى الولادة. وطبعا بعد الولادة بصير عنا مرحلة الإرضاع أو مرحلة ما بعد الولادة وصعبة الحركة وإلى آخره، فكمان بتتأخر العلاجات عند المرأة الحامل بعد أشهر. فهي أول نقطة يعني كفكرة الموضوع أساسا. تمام. هلا عنا الحامل، يعني عنا طور ما قبل الحمل، وفي طور الحمل، وفي عنا طور ما بعد الولادة أو بعد الحمل. هلا غالبا المرأة الحامل اللي كمان بتنقسم لنوعين. نوع بتكون مثلا عندها دراسة للموضوع الحمل أو مسبق انه في دراية بالموضوع، فالأفضل انه المرأة هاي تزور طبيب الأسنان قبل ما يصير الحمل، قبل ما تفوت بطور الحمل، تعالج أي مشكلة موجودة بالفم لحتى تريح حالها من هالموضوع. المرأة اللي صار عندها حمل
وما كانت على علم بالموضوع. فهون بيجي نحن دور التوعية بعلاج الأسنان للمرأة الحامل. هلا بداية المرأة الحامل ما في أي مشكلة مطلقا بعلاج الأسنان للمرأة الحامل ولا بأي شكل من الأشكال. تماما. ما في أي مشكلة، ما في أي موضوع طبي، ما في أي شيء يؤكد أنه المرأة الحامل ما لازم تتعالج. المشاكل اللي بيخافوا منها هي مثلا التخدير. صح. يعني المرأة إنه بيقولوا مثلا أو طبيب النسائية أو المرأة هي يعني الحامل نفسها أو الأهل أو يعني إنه عندي فوبيا من الإبرة. عندي فوبيا من الإبرة. هلا شيء طبيعي إنه الجنين بيكون كتير شيء هيك خاص وله أهمية خاصة وله بيكون كتير ناطرين ومحضرين يعني شيء نوعا ما مقدس الجنين بيكون يعني، فشيء طبيعي يكونوا كتير خايفين عليه. بس هذا لا يعني انه تهملي حالك. هلا هن خايفين من فكرة انه ممكن التخدير يؤثر على الجنين عن طريق الانقباضات. يعني مشكلة التخدير هي انه ممكن تساوي انقباضات فبالتالي الاجهاض. فهاي الفكرة ملغية تماما. المخدر يعني نحن بنحقن موضعي، يعني المخدر بيكون كتير كميته تركيزه قليل. والمكان اللي بنحقن فيه موضعي يعني ما بيتعدى الفك، حيز ضيق كمان، حيز ضيق يعني ما بيتعدى الفك. فالفكرة وين انه طالما الحيز ضيق يعني ما عندي اي مشكلة بالعلاج. تماما. فهي النقطة الأساسية. هلا دائما بقول للمرأة الحامل اللي بتزورني انت مشكلتك من الانقباضات، خايفة من الانقباضات. صح. انه الجنين ينزل. فعندك بحالة الوجع أو الألم يعني الجسم بشكل طبيعي بيفرز هرمونات، بيفرز هرمون الأدرينالين، فبسبب انقباضات. فهي الانقباضات بتأثر عليكي أكتر من المخدر. يعني كمية الانقباضات اللي بتصير من الألم أو من الصدمة الألمية نحن بنقول أو من الخوف مثلا أو من عامل الفجأة، حالة النفسية بتأثر على الرحم أكتر من المخدر. فهاي النقطة الأساسية، يعني إنه المخدر في حتى مخدرات من دون أدرينالين، يعني فينا نستغني من هذا المخدر بمخدر من دون أدرينالين لتكون المرأة كتير يعني الأم مطمئنة نهائيا يعني مرتاحة. تماما. هاي هي دكتور. هلا السؤال اللي خطر على بالي انه شو هن المشاكل اللي يعني بتعاني منهم تماما، انه يا ترى شو هن المستمعات حابب انه هن يشاركونا بآرائهم وبأسئلتهم. شو هن المشاكل الاغلب اللي بيزوركم عندكم بالعيادة؟ هلا مشاكل المرأة الحامل بتكون لها نوعين. نوع اللثة، مشاكل باللثة، ومشاكل بالأسنان أو اللي هي النخور أو الوجع. يعني هلا مشكلة اللثة لها أسباب كمان. عنا هرمون البروجسترون بيعلى فبيساوي عنا التهابات باللثة. يعني حتى الأمهات يعني أو الفتيات حتى بفترة الدورة في هاي المشكلة منها. اللثة بيصير عنا التهاب لثة مرافق للحمل. هو التهاب لثة حملي، هو تمام. اسمه هيك متلازمة أو مرافق، يعني شيء مرافق للحمل. تمام. طبعا مو الكل بيعاني منه. يعني مو شرط يعني انه كل مرأة حامل تعاني من هاي المشكلة، لا، بس هي معرضة لهاي المشكلة. كمان عنا المرأة الحامل بنتيجة هذا الهرمون بيصير عندها نقص بإفراز اللعاب. فبالتالي اللعاب هو مثل شيء غريزي للتنظيف. صح. فكمان بيقل، فعنا المشكلة بتزيد. تمام. 100%. في عنا كمان قلنا التهاب عفوا الجفاف نقص افراز اللعاب والهرمون، فهدول بيزيدوا المشكله. في عنا مشكله ثالثه اللي هي الغثيان. ايضا الغثيان بالنسبه للمراه الحامل هي بتصير ما بتاكل اكلات صحيه. صح. فهي الاكلات ما بتفيدها. مثلا هلا نحن عنا شغله المضغ بيساعد على تنظيف الاسنان. ايوه. هلا ليش انه بتلاقي هلا بهاي الفتره او بهذا الجيل انه عنا كتير نخور؟ لانه كل الاكل بيكون سريع المضغ. فكل ما كان الاكل يعني قاسي للمضغ بيساوي عندك تنظيف للأسنان. فالمرأة الحامل غالبا ما عندها قابلية للأكل. صح. فبتلاقي ممكن تاكل شغلات معينة. فهي كمان بيقل عندها التنظيف أو اللعاب أو الشيء الطبيعي الغريزي. يعني كمان بالإضافة مثل ما ذكرت الغثيان، فعندنا الأقياء بيطالع أحماض. فهي الأحماض لما بصير عندها استفراغ أو الأقياء، هاي الأحماض بتذوب من الأسنان بالتكرار.
تماما. فبس المينا هي الطبقة الخارجية للأسنان اللي بتحمي، هي أقصى طبقة بالسن. صح. هي اللي بتحمي السن من النخور، يعني عامل الدفاع الأول. فهي الأحماض بتدوب المينا، فبالتالي بتصير قابلية النخر أكتر أسرع للمرأة الحامل. فهي كانت النقاط اللي خاصة باللثة. في عنا النقاط الخاصة بالنخور. هلا النخور هن عاملين مرتبطين مع بعض، بما انه قل اللعاب وقل افراز اللعاب وقل المضغ وهي الشغلات، فبالتالي الحموضة بالفم بتزيد. تماما. فبس الحموضة بالفم زادت، فمعناته صار عنا امكانية او قابلية للنخور بشكل اسرع. هدول هن اسباب تماما. والاشياء الحالات اللي بتزوركم بالعيادات يعني اي اشياء الحالات هدول المرافقه ومثل ما ذكرت لك باول اللقاء انه هي بتصير انه خايفه تروح تزور طبيب الاسنان لحتى ما يصير عندها مشكله، فبتهمله. يعني كان نخر صغير بيصير يعني كبر اكثر، بيصير للسحب العصب مثلا او لبيه، معالجه لبيه. زاد الموضوع وصلنا للقلع، بتلاقي اجت حاله اسعافيه انه انا بدي قلع. طب يعني عادي، يعني هاي المرأة الحامل ممكن تتعالج مثل أي شخص تاني. هلا خاصة في عنا طور الشهر الطور الثاني من الحمل مثل ما بنقوله، اللي هو من الشهر الرابع للسادس، يعني 3 أشهر 4 5 6. هدول أفضل فترة لمعالجة المرأة الحامل، لسبب أنه الطور الأول ممكن هي ما تتقبل حتى مسألة الغثيان والأقياء. يعني نحن بنشتغل بالتم، فبيكون عندها المنعكس قوي. هاي شغلة. في عندها أنه كمان ما فيها كتير أنه تتقبل الروحة والجاية، تكون خاصة أول فترة بتكون شوية متعبة مرهقة. طبعا مو الكل، يعني هاي القاعدة مو الكل. هاي القاعدة مو حالات, حالات. يعني. نعم. عندك آخر 3 شهور كمان عنا المشكلة. وين المشكلة؟ فقط بالقاعدة. تماما. انه يعني بيكون مثلا الحيز اكبر هي ظهرها رح يوجع، ما فيها تتحمل. يعني فينا كمان نعالج بس بفترات قصيره أقصر. يعني مثلا تجي ما تقعد ساعه على الكرسي، تقعد ربع ساعه وخالصين. يعني كمان انه الحل موجود. في نقطه تانية ممكن بيخافوا منها غير التخدير، اللي هي الاشعه. ايوه. هلا الاشعه كمان ما في اي شيء طبي بينفي انه الاشعه، بياكد انه الاشعه بتضر المراه الحامل بالفم مو بالجسم. تمام. هلا بالفم كمان نفس الفكره، انه الحيز بيكون موجود بس من فوق. تماما. فاذا كانت الام كتير متخوفه، طبعا هي البانوراميه نعم. هاي للحالات الكتير اضطراريه ممكن نستغني عنها، يعني مشان يعني المريض يكون مرتاح. مو لسبب تاني. هلا فينا نحط الواقي هاي الرصاص مشان الأم تكون مرتاحة. في عنا هلا أنا عندي جهاز بالعيادة، جهاز أشعة صغير. هذا الجهاز بيعطي كمية أشعة كتير قليلة، خفيفة جدا يعني ممكن 10 بالألف جداً. يعني حلو. يعني هي مخصصة أنه مشان هيك حالات، مشان الحامل تماما. وكمان مشان الطبيب نفسه سرعة يعني غير السرعة، مشان كمية الأشعة اللي نحن عم نستقبلها تكون قليلة. فهي إنه مصممة لهذا السبب. حلو. إنه الكمية اللي بيستقبلها طبيب الأسنان، يعني مثلا أنت مريض زرتني بدك تاخد صورة ماكسيموم 3 بحالة اللبية كمثال. وبتروح أنا بضل بالعيادة، رح يجيني مثلا 10 تانيين. صح. 10 ب3 صار عندي رقم كبير، رقم يومي من الأشعة أنا عم بتلقاه. نعم. تمام. فهن هلا يعني يعني مثل كل شيء بالدنيا عم يتطور. صح. فالعلم كمان والأجهزة عم تتطور. فهلا في جهاز يعني عاملينه خاص مشان الأشعة كمية تكون كتير قليلة، الأشعة المنبعثة. وتكون حتى القمع تبع الجهاز مخصص انه يكون الحيز اللي بيتصور فيه ما يتوزع تماما، يعني يكون ضيق جدا بحيث مجال اسقاط الاشعه. أيوة. تكون ضيقه جدا محصوره بالمكان اللي بدك اياه فقط تماما. فهي كمان النقطه اللي بيخافوا منها من الاشعه. فهدول النقط اللي المرأة الحامل متخوفة منه، وأنا يعني يا ريت إنه يلغوا هاي الفكرة. أكيد إن شاء الله عبر منبر بوير مستمعاتنا اللي عم يسمعونا إن شاء الله يستفيدوا من هالمعلومة، إنه في كتير أمور اتطورت، وهلأ كونوا مطمنين لموضوع الإشاعات والأقاويل اللي بتنحكى، وما تخافوا أبدا تماما. الأمور هاي كلها يعني صارت في خدمات بتخدم المرضى
بأسرع وبأمن الطرق مثل ما ذكرت الدكتورة. وكان طبعا سؤال اللي كنت محضر له انه بأي شهور اللي هي مثل ما يقولوا في مجال او في فرصة لزيارة الطبيب والمعالجة بعد ما انه اللي فاتهم مرحلة التحضير قبل الحمل، ففينهم ايضا يعالجوا السن سواء كانت اللثة او السن. جدا معلومات مهمة ونتمنى انه المستمعات استفادوا. رح ننتقل لموضوعنا الثاني. اكيد رح نختم لقائنا من عند الدكتورة بنصائح لمستمعاتنا سواء على محوري موضوعنا اليوم. موضوعنا اللي اخترناه ايضا كمان هو الدايركت فينير، يعني الفينير المباشر. يا ترى شو هو؟ راح تشرح لنا اياها دكتورة كتعريف بداية لحتى نفوت بموضوعنا. الفينير دايركت فينير هو ببساطة حشوات تجميلية، يعني هو كومبوزيت، حشوة كومبوزيت بتصير بمبدأ أنه بتطبق على وجه السن كامل، بيصير مثل وجه تجميلي تماما. لا السن بدال التلبيس أو الوجوه الفينير. هلأ أكيد أغلبنا بيعرفوا شو هن وجوه الفينير أو التيجان اللي هي تلبيسات باللغة العامية. في عنا 3 أنواع اللي هي التيجان الكاملة، اللي هو مثلا نحن بنصغر السن أو نحن بنقول له بنحضر السن. تماما. فمشان الجمهور يفهم بنصغر السن وبنلبسه بشكل كامل، هو مثل تلبيسة يعني أو تاج، هو اسمه تاج. تماما. في عنا هذا له نوعين، هو الملفح أو الخزف أو السيراميك. وفي عنا الزيركون هو تجميلي أكتر. يعني جماليا بيعطي جمالية أحلى، بس كلفته شوي أكتر. في عنا النوع الثاني اللي هو الفينير كمان هو نوع من أنواع التلبيسات، بس بتكون بس وجه. يعني نحن بنشطب السن تقريبا 1 ملي أو نص ل1 ملي فقط، بحيث ما نتعدى طبقة المينا، مع شوي من الحد القاطع اللي هو آخر شيء بس اسمه الحد القاطع. فشوي يعني بنحضر شوي، وبيصير عنا المخبر طبعا بيشتغلوا هاد، ناخد طبعا بنبعت للمخبر بيساوي لنا فينير هو مثل وجه، بيكون مثل عدسة مثل وجه، بنلصقه بالسن. هذا هو الفينير الاندايركت. فهلأ في شيء حديث أكتر إنه هو الدايركت فينير، يعني هو نحن بالعيادة من دون ما ناخد وقت، من دون ما نأذي السن، يعني ناخد إجباري. هلأ الفينير أو أي تلبيسة بدي أحضر من السن، فبالتالي أنا عم باخد من النسج السنية، شوي بقلل من قساوة السن أو تماما. هلا أنا بتزيد حساسيته، بتزيد حساسيته، بيقصر عمره بالنهاية. يعني أنا نوعا ما مع المعالجات المحافظة. حلو كتير. أنا بفضل يعني لآخر حد عندي مجال بالمحافظة، حتى لو تعبت أكتر بشتغل محافظة، لأنه السن يعني هو نسيج ما بيتعوض. هلأ في أوكي حالات يعني بتستدعي غير طرق من العمل، نعم. بس قدر الإمكان إذا عندي مجال أنا أعالج بطريقة محافظة فيفضل أني أعالج بطريقة محافظة. دائما هو خياركم الأول. يعني أنا بالنسبة إلي هو خياري الأول. تمام. يعني حتى يعني بستنفذ 10 من درجاته، يعني إلى آخر درجة بحاول مع السن يعني. فالدايركت فينير هو حشوات كومبوزيت أو حشوات ضوئية انتو بالعامية يعني. بحضر السن يعني تقريبا ما بحضر، يعني ما في تحضير، هو شطبة صغيرة بس سمبلة ناعمة كتير، يعني بحيث انه عندي الطبقة اي في مثلا اي لويحة او اي وسخ على السن موجود تماما. يروح شوي. وكمان عندي بهاي الشطبة الصغيرة عفوا الأقنية بتنفتح شوي، الأقنية السنية حتى شوي بتنفتح، بصير عندي هيك سطح شقز شوي تمام. بس لحتى الحشوة تمسك. طبعا في هلا انه حشوات جديدة ولواصق اللي هي بوند نحن بنقولها، في اجيال الجيل ال7 وال8 هي بتأمن لي كتير الصاق قوي تماما، فبيغنيني عن انه التحضير الزائد تماما. يعني انا مجرد بس حضرت شوي، بس شوي هيك صار السطح شوي خشن نعم. قابل لاستقبال البوند او تمام. اللاصق، فانا بلش اشتغل بالحشوات. فبصير عندي وجه كامل للسن، وجه حلو بلمسات حلوة،
يعني ما بيضاهي الحشوات عفوا التلبيسة، لأنه التلبيسة أو الفينير بيكون بالمخبر، بيكون له يعني تفاصيل دقيقة كتير. بس إنه كمان جماليا بيكون حلو كتير، وبنفس الوقت محافظ للسن، تمام. ومحافظ ماديا حتى، يعني حتى التكلفة بتكون كتير أقل. هلا التعب للدكتور أكتر أضعاف، صح. أضعاف مضاعفة. التعب اللي بيكون أكتر، بس التعب والوقت والجهد اللي أنا باخده مثلا بهيك حالة بيكون أضعاف مضاعفة، بس التكلفة المادية للمريض بتكون كتير أقل. تماما. إذا هدول دكتورة بين قوسين فينا نعتبرهم ميزات هاي أكيد. يعني من ميزاتها الحالة من هاي. ميزاتها هيك. تمام. دكتورة لمين تشتغلوا هالحالات هاي الفينير دايركت؟ يعني لمين هن مثل ما بيقول المصطلح العلمي مضاد استطباب، لأنه هالشخص هذا يلزمه شيء، أو الناس اللي هي بترغب بهالشيء هذا. يعني لو بتحكي لنا عنه. هلا الحالات اللي بتستدعي هيك معالجة أو الدايركت طبيا مثلا. نعم. الدايركت فينير مثلا عندي حالات فيها الدياستيميا أو الفراغات بين الأسنان. بيكون مثلا الفراغ صغير، فيني أسيطر عليه بالحشوات. هلأ في فراغات بتكون كبيرة بيصير الحجم كتير كبير، فما رح يكون حلو. هذا غالبا يفضل يشتغلوا تقويم. كمان عندي الحالات في أسنان بيكون عندهم التصبغات الفلورية أو بتكون هيك بقعة بيضة. نعم. أو عندي نخور عنقية معممة، يعني العنق يعني مكان السن مع اللثة، هذا اسمه عنق السن. ففي مرضى بيكون عندهم نخور عنقية بس معممة يعني. نعم. فغالبا النخور العنقية بتكون شوي نازلة أكتر، يعني صح. بسبب الإهمال أو النمط حياة المريض، فشوي بتكون بتنزل. فهاي الحالات بتكون استطباب الدايركت فينير، يعني أنا بشيل نخور العنق بغطي السن كاملا، فبصير منظره أحلى. تماما. مشان ما تبين هيك حشوة دائرية هيك مبينة يعني. فقط فبتصير هيك متمادية، بيصير المنظر أحلى. في عنا كمان حالات أنا كتير بفضله أحيانا مرضى بيكون عندهم تراكبات سنية، يعني السن يعني جايين هيك على بعض، أو واحد فايت لجوا شوي، واحد طالع، واحد مايل هيك. الرصف تبعهم أو ماله مزبوط. أيوة، الاصطفاف تبع الأسنان بيكون مو ضابط. نعم. فهي الحالات كمان أنا كتير أحيانا، يعني طبعا إلها معايير معينة، إذا كان بالإمكان تصحيحها بهاي الدايركت فينير فبصححها، مشان ما يفوتوا بالتقويم. طبعا التقويم أنا أول خطوة بنصحهم إنه تقويم. تمام. فمثلا في أسباب معينة على سفر أو الإمكانيات المادية، أو مو صبورين، يعني مو صبورين. نعم. أو غير ملتزمين. تماما. في مرضى مهملين، يعني الصحة الفموية صفر مثلا. تماما. أو مهملين، يعني هلا التقويم بدك التزام ومواعيد وهيك، فبيقول لك دكتور أنا ما فيني التزم، ما عندي وقت. يعني. ما عندي. فهدول المرضى يعني كمان بيكون استطبابهم انه بيشتغلون الدايركت فينير. في حالات تانية بيكون عنا السن مكسور ايضا، يعني نتيجة حادث حادث او خاصة بيكونوا هدول من صغر، يعني صح. الاطفال او عم يلعبوا، واحد ضرب الثاني، واحد اندفش الثاني، فبتجي هيك الاسنان مقروطة شوي بالقواطع. نعم. في عندك كسر. فهاي الحالة مثلا بتتعالج بهاي الطريقة. ليش؟ لحتى لبس السن كاملا وفوت بمشكلة التلبيسات فبتساوي له حشوة ووجه بصير سن يعني ما أحلى. تماما. دكتور، هاي يعني هل الحالة هاي تكون يعني ثابتة دائما، يعني ولا بتتحرك تكون؟ يعني بعتبر حالي مستمع وعم بسأل السؤال هذا. هلا سؤال حلو. هلا الدايركت فينير في عنا شغلة مثل ما قلنا من شوي، المزايا. في عنا سلبيتين. نعم. اللي هن سلبية انه الحشوة ما بتكون قاسية كتير مثل السن الطبيعي. يعني مثلا انا اللي بساوي هاي الحالة، او التاج مثلا، حتى التاج بيكون اقصى طبعا. يعني لانه المواد اللي بتتشكل منها، وخاصه بينطبخ، يعني بيفوت على الفرن يعني بتتغير الحراره، فبتتغير القساوه وهي، فبيصير اقصى. طبعا. فالحشوه هي هلا في انواع ممتازه هلا عم نشتغلها، بس قد ما كان يعني ما بتضاهي السن الطبيعي. يعني هدول المرضى بس بدهم يكونوا مثلا منتبهين شوي لبزر مثلا، او في ناس بتشتغل بالخياطه الخيط او هيك، فبيكونوا شوي حريصين لهي النواحي.
في عنا المشكلة الثانية لا تعتبر مشكلة، بس تعتبر انه مثل لازمة زيارات دورية، يعني أيوة. كل 6 شهور تقريبا يفضل المريض يرجع على العيادة نعمل له إنهاء. الإنهاء هو إنه برجع السن الحشوات أحيانا شوي بتكتسب لون، يعني بكتير مع شرب القهوة والملونات وهي أحيانا بتغمق شوي، فالمريض بيجي على العيادة بعد 6 شهور بعد 8 شهور حسب إمكانيته أو وقته، نعمل إنهاء بسيط، يعني بلمع الحشوة برجع بلمعها بتلاقيها كمان رأسا رجعت مثل ما سويناها من أول يوم. فهي أنا بعتبرها سلبية. هلا هي مو سلبية كبيرة يعني، بس بعتبرها أنه ممكن يعني انه المريض شوي يعني. هو دكتور من المفروض اي مريض حتى اللي صحيح ما عنده اي مشاكل لازم سنين اكيد زيارات دوريه، هي رح تكون من ضمن النصائح اكيد بختام حلقتنا. دكتور ايضا الموضوع الدايركت فينير كمان لكافه الاعمار، فئات الاعمار بتشتغلوها؟ هلا بشكل عام الأطفال الصغار شوي بنأجل مواضيع المعالجات عندهم. هلا أوكي بنساوي لهم حشوة يعني مزبطة حلو بشكل طبيعي يعيش حياته طبيعية، بس بيضل تحت المراقبة. تمام. غير هيك ما في أي عمر معين لهالحالة، بأي عمر ممكن تصير، ما في أي مضاد استطباب إلها. غير إذا كان السن مثلا عندك يعني هلا هاي استطبابة للأسنان الأمامية. تمام. يعني هي وجوه يعني يفضل للأسنان الأمامية جمالية يعني. فمضاد استطبابة إذا كان عندي مثلا كسر أو يعني قلع بالسن، في عنا سن مفقود، فأنا هون في عندي حالتين للعلاج، يا أما بساوي زرع يا أما بساوي جسر. هاي تكميلي لا. لأنه في عندي فقد بسن، يعني في عندي فراغ بين سنين، فهذا الفراغ لازم يتغطى بالحشوة، ما راح يتغطى. فبهاي الحالة بدي يكون يا أما نلجأ للزرع أو نلجأ للجسر. فإذا كان الخيار زرع أوكي فينا نساوي باقي الأسنان دايركت فينير. بينما إذا كان القرار أو الخيار هو جسر لأسباب مختلفة ما مفوت فيها، اللي هي مثلا التكلفة المادية أو الوقت أو رغبة المريض يعني، فإذا قرر إنه جسر فلازم الجسر يكون له دعامتين تسنده، يعني تمام. لحتى مثل مبدأ الجسر العادي، يعني دعامة هون دعامة هون لحتى أغطي الفراغ اللي بالنص. فهي الحالتين ما بيصير عنا نشتغل للدايركت فينير. تماما. دكتورة لمرضى السكري وهالموضوع هذا ما له علاقة باعتبار ان موضوع التراجع؟ نعم. هلا المرضى السكري بيكون عندهم تراجع لثوي. تاخذوا شيء بعين الحسبان مثلا؟ هلا فينا نغطي السن اذا كان في تراجع باللثه، نحاول يعني اذا ما تعالج بالعلاج الجراحي بالطعم اللثوي او معالجات اللثويه، ف كمان نساوي السن مثل ما هو بحيث يكون متناسق مع باقي الأسنان. تماما. يكون أكيد. مع جيرانه متناسق أكيد. يعني حلوين. بهيك يكون نحن وصلنا لنهاية حلقتنا بهاللقاء الجميل والحضور الجميل والمعلومات القيمة من عند الدكتورة برين حصاف، اختصاصية بالطب الأسنان وجراحتها بين قوسين تجميل الأسنان. دكتورة إذا في ضل شيء أي معلومة حابة توصليها، نحن دائما بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح سواء كانت على موضوع المحوري اللقاء اللي هي المرأة الحامل ومشاكل الأسنان والفينير دايركت. نترك المايك لك. هلا النصائح أكيد في ذكروها كتير يعني. هلا في نصيحة كمان كتير حابة أذكرها. الأطفال الأمهات يعني بحكم زيارات العيادة عم لاحظ هذا الموضوع. هي أول نصيحة حابة أقولها يعني، إنه الأم دائما بتقول مثلا الأسنان هالأسنان اللبنية رح تنشال، رح تنقلع، رح توقع إلى آخره. هي بتنسى أنه في أسنان دائما بتتشكل، هي بتستنى سن يوقع لحتى يطلع بداله. بس في عنا الفكرة أنه عنا الأسنان الأرحاء الأولى تطلع من دون ما يوقع سن قبلها، فالأم ما بتشوف انه سن وقع بتستنى بداله، بيكون هو عم يطلع من ورا وهي مو منتبهة. فغالبا بيجوني الأطفال بيكون عندهم الأسنان الدائمة صاير فيها نخر، حتى وصلاني لحالة بدها لوبية، معالج لوبية يعني سحب عصب. فهي النقطة أنا كتير بزعل عليهم، يعني إنه طبعا هو ما انه ذنب الاثنين، يعني هو جهل الأم إنه ما بتعرف إنه بهاي الفترة عم يطلع هالسن.
انه لازم هي كمان يا الام تتابعه بالبيت كل فتره تطلع انه وين طلع سن وين ما طلع، وين تكون متابعه، او تجيبهم زيارات دوريه للعيادات. يعني الأسنان الدائمة غير الأسنان اللبنية مؤكد. يعني هذا السن ضل معه لكل عمره. صح. فإذا من صغره هو صغير يعني راح نص عمر السن حرام. هاي نقطة. هلا كمان عند الزيارات الدورية للكل مفروضة للأصحاء يعني اللي عنده مشاكل. عندنا النخر يعني بيشتغل يعني بيضل شغال، إلا إذا أحيانا بيصير تمعدن بالسن بيوقف، بس بشكل عام بس بلش نخر بيضل شغال. إذا ما كان المريض كتير مهتم بيضل عم يشتغل. صح. فعنا النصائح الأهم مثلا كمرأة حامل، يفضل المرأة الحامل دائما تتمضمض مي وملح، دائما تعمل زيارات دورية لتنظيف اللثة. يعني عند طور الحمل 9 أشهر أقل شيء تجي مرتين تنظف اللثة، مشان هذا التنظيف ما بيعيق الصحة الفموية عندها، فبالتالي بيزيد النخور عندها. وكمان مثل ما ذكرت انه المرأة الحامل تزور طبيب الأسنان، ما في داعي انه تستنى لبعد الولادة او بعد مثل ما ذكرت انه بعد الولادة كمان بيصير مرحلة الارضاع كمان ما فيها تطلع. صح. كمان نفس القصة. صح. فبالعكس بتكوني بالحمل خفيفة اكتر. تمام. حالك انت لحالك انت ما في شيء وراكي، بتكوني خفيفة اكتر، فيكي تتعالجي وتخلصي. هن النصائح المعتادة انه التفريش صباحا ومساء هدول افضل شيء. المحاولة الاكل يكون المضغ كتير، المضغ بيساعد على تنظيف الاسنان. عنا كمان الخيوط البين سنية كمان. صح. مهمة كتير. تنظيف البقايا اللي بتكون تنظيف البقايا. المي وملح على كتير بنصحوا. حلو. يعني المي مثلا كاس مي فاترة بكل بيت موجود، وأرخص شيء وأوفر شيء. وخاصة الغسولات مع التكرار الدائم، استعمال اللي كتير بيصير عنا تصبغات يعني بتاخد لون، السن بياخد لون. نعم. فعندي المي وملح يعني كتير مثل ما قلت متوفر بأي بيت. كاس مي فاترة، ملعقة صغيرة ملح قنينة، حطها على المغسلة أي وقت خطر لك تمضمض يعني حتى المرأة الحامل يعني. عنا الدايركت، بخصوص الدايركت فينير، المرضى لازم كمان ينتبهوا كتير للتفريش والتنظيف. في عنا طبقة هي اسمها لويحة. هي مثل طبقة بيضة بتتشكل على الأسنان إذا ما نظفناها بيوم مثلا، بتتشكل عند كل البشر. يعني هاي ما خاصة إنه واحد مهمل أو ما مهمل. نعم. بس يفضل إنه الحشوات بتكون غير سطح السن، فبتستقبل تجمع الوسخ أكتر يعني. صح. اللويحة. فكل ما كان السن نظيف كل ما الحشوة كان عمره أطول. أكيد. شكرا لك دكتورة برين على المعلومات القيمة. شكرا لكم كمان على الاستضافة. شكرا وأنا لكم. كتير مبسوطة بوجودي معكم. أكيد نحن كمان مبسوطين. بتشكر زملائي واللي كانوا على الكنترول والبث المباشر، أيضا مشاهدينا ومستمعينا اللي تابعونا من بداية الحلقة لنهايتها، وشكرا لكم لتعليقاتكم الحلوة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد، كافة الخدمات السنية، تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوية الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد
قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.